يعني الحقيقة تقال ما كاش أروع من قلب اللوز تاع فارس جيدي، خاصة المحشي بنت خيالية. الوصفة اللي عمري ما نبدلها، جبتها لكم بكيلو الفنجان والسني هذا تاع 35/10، وجاني يهبل طار طيران. والحاجة اللي فقت لها انه ما يديرش الكاكاو في الحشو، وثم كاين السر لانه الكاكاو هو اللي يفسد طعم قلب اللوز المحشي. ابقى وتشوفوا الوصفة ومن بعد نزيد نشرح لكم مليح. ما ننساش نرحب بحبايب قلبي متتبعاتي الغاليات، يا رب يسعدهم ويرزقهم من بابه الواسع. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبداو على بركة الله. وكأي وصفة لازم نبداو بتحضير السني اللي استعملته اليوم هو تاع 35/10. راني نقيس لكم فيه قدامكم تقريبا 35 في الطول و10 سنتيمتر في العرض. دهنتوه بالسمن، ولا ما عندكش السمن ديري زبده عادي، ولا خفتي يخرج لك كان كيشريوه دائما جديد يخرج الشربات. اذا باش ما لا خفتي ديري احتياطك، ديري ورق الطاي. انا نتاعي ما يخرج، قاعد استعملته من قبل بزاف. وتقفلوا هذوك الشقوق تاعو وحطيته ابار، وحضروا مع بعضنا الشربات دائما نحضروها من قبل باش نخلوها تبرد. لازم الشاميه ولا قلب اللوز نتاعنا يكون سخون، ونشربوه بالشربات تكون بارده تماما. يعني قد تحضريها بليله كامله من قبل. كما راكم تشوفوا جبت كاسرونه وحطيت فيها السكر. انا كيت لكم بالفنجال، يعني نعت لكم في الفناجل. درت فنجال تاع القهوه الصغير كامل اللي عندك في الدار ديري بيه. انا الوصفه كامل بالعجينه وبالشربات درتها بنفس الفنجال، وجاتني مقادير مضبوطه جدا بالشربات وبالعجينه. وحسب العلو اللي تحبيه رقيق، نقصي شوي من الفنجال، هبطي شويه في المقدار ان شاء الله يكون مفهوم. كما راكم تشوفوا درت 3 فناجل سكر عادي، وزدت معاهم 7 فناجل ما عادي. انا الفنجال السابع زدته، هي حقيقة الوصفة فيها غير 6 ان شاء الله باش تفهموا. هذاك الزايد دايما نشتي نزيدوه. وزدت عصرة ليمونة، شوفوا نص ليمونة، ما عصرتهاش كامل يعني شوية برك. وهذا لاستيس دائما نشتي نديرها باش ما يخرجليش قلب اللوز هكا يبان معجن. دائما نحب نلونو بالزعفران كما راكم تشوفوا. لا عندكم زعفران شعره ولا مرحي عادي، ولا كرملي السكر تاعك، يعني لوني العسل نتاعك. المهم ومن بعد ديتو على نار متوسطه. هو هز الغليه، حسبت له 10 دقائق وجبته لهنا ودرت فيه فنجان ماء الزهر. خي تعرفوا الشربات تاع قلب اللوز لازم ماء الزهر. وحطيتها ابار تبرد، وجبت الغيسيبيون اللي راح نخدم فيه العجينه، والفنجال هذا اللي راح نكمل به نفسه اللي كيلت به الشربات. الفنجال الصغير هذا المقياس تاعو 80 مليلتر. ورايحه ندير منه 6 فناجل سميد خشن. انا درت على الساشيات هذوك اللي يتباع مكتوب فيهم خشن هكا. اللي بغات الماركه نقول انا ما نديرش هذاك تاع اللي يتباع في محلول هكا، انا ما نشتيش، ما نكذبش عليكم، نشتي هذا خشن يخرج ما شاء الله بنين، ما يضرش. الاخر يضر بزاف المصران، وثاني مش بنين. شوفوا هذا نوعيته مليحه، حتى بيض، شوفوا لونه باين يعطيك الخبر بلي بنين ومليح. وزدت ثاني 4 فناجل سكر عادي، سكر حبيبات. اللي ما تشتيش السكر بغاتو تنقص هكا ولا ديري 3.5، يعني هكا يجي ولا اروع، يجي بنين ما شاء الله. قلب اللوز يتكل دايما كيكونوا صايمين ما تحسوا لا بالحلاوه تاعو ما والو، بصح كي تكوني فاطره يجيك شويه حلو هكاك، وهذا يجي روعه. الذوق نتاعو هكا يجي متوازن. زدت رشيتو رشه ملح باش يجيك بنين، بملح دائما يعدل الحلاوه. ومغرفه صغيره فانيليا كما راكم تشوفوا. خلطت كامل الخليط هذا كامل، يعني خليط تاع المواد الجافه هذه نخلطهم مليح يدخلوا مع بعضها. ومن بعد نديروا دركا المواد السائله. درت فنجان زيت الاول، هذه المواد السائله الاولى. درت فنجان زيت، وزدت ثاني فنجان بن. ما عندكش البن واش ديري الرايب. ما عندكش الرايب احكمي شويه حليب ديري فيه مغرفه تاع خل تلقاها رياب، ديريها حتى هي. زدت عمرت ثاني فنجان ماء الزهر.
ما عندكش ثاني ماء الزهر جيب، وعندك المنكه ديري المنكه، ديري عمري الفنجان تاعك بالماء ولوحي 2 قطرات برك هكا ما تفوتيش حتى 3 تاع ماء منكه ماء الزهر راهو يتباع غير على بالكم تعرفوه كامل دركا. المهم درت فنجان ماء الزهر، فنجان بن وفنجان زيت، وبديت نخلط مليح لا داعي يعني سباتول تفي بالغرض ويتخلط ويتعسل كيما راكم تشوفوا ولا اسهل. شوفوا تخلطي حتى يذوب السكر، مش هكا تقول تخلطي هكا شويه وتقولي خلاص، لا لازم تخلطيه حتى يتعسل معاك. شوفوا كيفاه جا معسل ولا طري، وكي تشوفوا هكا ناشف عندكم لا تقولوا يا ناشف لكم زيد شويه ما زهر ولا لا هكا. هذه هي المقادير المضبوطه. وهنا اللي ما بغاتش تحشيه تكمل الوصفه مباشره. بصح حنايا طلبوا مني قالوا لي ديري قلب اللوز المحشي تاع فارس جيدي، هاني درته لكم وان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتستمتعوا به من اروع ما يكون. غير جربوه وما تخافوش. المهم نحيت حوالي 2 مغارف من الخليط تاع السميد، هذاك الخليط اللي خلطناه بيتو تعسل، نحيت منه 2 في صحن وزدت معاه 3 مغارف كبار كاوكاو. اللي عندك اللوز محمص ديريه ومرحي، لوز ثاني يخرج روعه، وقلب اللوز يجي اسم على مسمى. بصح حنا درنا دائما نديروا الحلويات تاعنا اقتصاديه ونديروا الكاوكاو، حتى الكاوكاو يخرج روعه. حمصيه برك مليح ورحيه وديريه مباشره. بغيت ديريه بالقشره احسن، على بالك القشره هي اللي حتبين تغمق لونه. انا ما عنديش درتو هكاك برك وهكاك وجا روعه بنتو ما تتشبعش يعني. للدرك بنتو راهي في فمي اللعابه وسالي. المهم خلطته مليح حتى هذاك الخليط اللي شتو تاع زدتو 3 مغارف كاوكاو ومغرفه صغيره قرفه نسيت ما قلت لكمش عليها في الاول. وقسمت العجينه نتاعي هذه على 2، رجعت لها قسمتها على 2 كيما راكم تشوفوا عيني ميزاني. وحطيت الجزء الاول من تحت كيما راهو واضح. الفيديو راهو يشرح نفسه بنفسه، ساعات نشتيو نشرحو برك نكسر لكم شويه يصرونكم. المهم حطيت الطبقه الاولى كيما راكم تشوفوا وحطيتها في النص وضبطت عليها مليح هكا، هضبت عليها تهبط شويه من تحت، شوفي كيف هبطت. وحطي الخليط هذاك الحشو في الوسط. كاين هنا اللي يدير كاكاو وانا قلت لكم ما ديروش الكاكاو، جربته من قبل بالكاكاو وخاصة ساعات تحي في كاكاو مش بنين يفزد لك الطعم تاع قلب اللوز كامل. ننصحكم ولو درتو الكاليتي الغالية طول هذيك تاع الكاكاو البنين وما ديروش، ديروا هكا حمصوا مليح ولا ديروا بالقشرة تاعو. الكاوكاو تاعكم يبان هكا غامق فرات، ما ديروا لا كاكاو ما والو، ما يعطيه بنه ما والو، يفزد لكم البنه. وانتم جربوا وشوفوا ورجعوا لي في التعليقات وشوفوا جربوا بالكاكاو وزيدوا جربوا بلا كاكاو وقولوا لي واش رايكم في البنه هذاك. المهم درت الجزء الاول وبعد درت حطيت الحشو كيما راه واضح وزدت من فوق الجزء الثاني اللي بقالي وخليت حوالي ملعقه، خليت مغرفه اي كي من هي. شوفوا في الصحن على بالكم خفت كي نحل هكا نلقى الكاوكاو يبان ولا نغطيه، فهمتوا؟ دائما نديروا الاحتياط تخليه مغرفه. لا بان راكو تحطوها، لا ما بانش راني حطيها عادي. راكم بعد تشوفوني جات المقادير مضبوطه ما شاء الله. ما خرجش معايا الكاوكاو، حليته كيما راكم تشوفوا بيدي ولا بسباتول ولا بالكوبات، وهي احسن اليد تمشيه لك روعه. لهنا الفكره هذه تشبه البراج، خشتو البراج يجي يمشي معاه الغرس روعه ويجي في النص ما يتحرك ما والو. الحقيقة أول وحدة في الجزائر دارت قلب اللوز تاع فارس جيدي هي أختي. هو داروا اليوم في سميرة كما اليوم، هي الغدوة دارته وكي جات زارتني دارته بكيلة صغيرة، وجات زارتني اللي بهرت بيه دارت كيلة صغيرة كسينية صغيرة وجات عندي ما شاء الله. نكمل في الوصفة. شوفوا انا كي شفت ما بقاليش ما خرجش الكاوكاو عادي، جبت العجينه حنخليها عليها نخليها، لازم ديريها عادي ما يصرى والو. وزدت مشيت كملت لقيت الكاوكاو جات عل كيف جاني عل كيف ما خرجش، كملت برك هكا وزدت عدلت ثاني الوجه بسباتول. لا عندك كوبات لا عندك المهم مغرفه برك مغرفه عادي وعد ليه قاعد ليه. انا عجبتني والله عجبتني يدي خير، بصح وليت كملت بالكوبات لازم
شوفوا كيف عدلته وخبطيه على الجوانب هكا باش يمشي قد ما تكونش جهه اعلى من جهه، حذاري. وكنت راني مرنخه اللوز، دائما حطوه في الماء قبل ما ديروه لهنا. بغيتي ديري لوز، بغيتي كاوكاو، بغيتي ما ديريش طول، من بعد زيني بشويه هكا كاوكاو مرحي، جوز. كاين اللي يدير حتى الجوزه حطها، هذا تزيين اختياري ما عنده حتى يعني مش ضروري. وطراسيت هكا بالموس باش نعرف الحبات اللي راح نحطهم تاع اللوز. برك كي يطيب راهم يتنحاو، ومن بعد تزيدي ثاني تقصيه. المهم باش تعرفي كيفاه تقصيه من بعد. وها هو كاين نكمل فيهم كامل، درت لهم حبه لوزه حبه لوزه. ولهنا كي بديت ندير طبقه فوق طبقه، ثماني شعلت الفرن تاعي، زيدت له افون. ومن بعد كي جيت اللوح يطيب درتو على الرف الوسطاني، شوفوا كيما راك تشوفوا. ودرت نار متوسطه، ما تقولي هكا زايده ما هي ناقصه، متوسطه. سنيتو حتى نحمر على الجوانب، لازم تسنيه حتى يطيب. والدليل شوفي الجوانب نتاعو طول بوردو ولا عنابي كيما نقولوا بكري، المهم حمر غامقين. ومن بعد تهبطيه من تحت وتشعلي له من الفوق وتسنيه حتى يحمر. ثاني زيدي حمريه مليح، ما تحرقيهش، عندك تحرقيه على بال كي نزيدو نسقيه ويزيد اللون تاعو يولي بارد. ان شاء الله يكون مفهوم. طيبوهم مليح المهم. ومن بعد جبتيه وهو سخون تسقيه بالشربات البارده. قعدت نسقي فيه كيما راكم تشوفوا، زاد شرب زدت سقيتو، بقى لي حوالي فنجال من الشربات هذيك اللي زدتها. لو كان بغيتو يعني ما ديروا 6 فناجل فراتها، بقى لي فنجال. قعدت نسقي بقى لي فنجال. ومن بعد غطيت الفرن نتاعي مازال سخونه وطافي. عندك تزيدي ترجعيه طيب ولا المهم هو طافي. رحت قفلت عليه بالالومنيوم ورجعته للفرن. حتى نبرد معاه، يعني برد مع الفرن. ونحيه وحطيه اكوتي، نحيله الغطاء، ما تخليش بالغطاء. لا خليتيه بالغطاء يصبح لك محرحر، يعني يطول لك باش يولي يحكم روحه. ان شاء الله يكون مفهوم. نحيله الغطاء وحطيه في بلاصه بارده حتى يحكم. انا والله غير في الليل راني نقص. شوفوا كيف غامرت وجيت نقص لكم في الليل، ما استنيتش حتى للصباح. برك دوك نعت لكم كي خليته للصباح. تعافرت باش قصيت لكم حبه مجموله يولى غير قلب اللوز مليح واحد يطيبوا في لي فيغين هكا فرديه، ما يكسر راسو بزاف، يتفتت هكا يجي ما يحكمش روحو. لازم يبات يومين باش تقدري تهزيه. شوفوا لي تعفرت شويه وهكاك. ونحيد لكم حبه ها هي كي الاولى. لازم تخليوه يبات للأمانة حتى الغدوة هذيك وخليوه هكاك. زدت شوفي زدت نكمل برك لا أيأس. وهذه الحبة الثانية بغيت تشوفوها نزرب نصور، يعني نبت لكم تشوفوها. وهكاك وليت طولت ما درتش حتى الغدوة هذيك. وبعد صورت لكم ثاني كي صبح. دوك تشوفوا كي صبح كيفاه ساهل يتهز بكل سهولة. شوفوا يجي هايل، حتى في الليل تقدري تاكليه. بصح ننصحكم يعني وحده سقساتني قالت لي جاني محرحر، ممكن زربتي عليه كيما انا هكا. شوفي زربت عليه، لازم حتى يبات. قلب اللوز تاع العالم كامل لازم يبات. شوفوها هو كاين لهنا انا قلت لكم. شوفوا كيفاه يجي يذوب في الفم. حتى الحشوه وبان شويه، فاني الكاوكاو تاعي مش محمص مليح وهكاك وبان. جهايل بنين بزاف البنات، والله بنين. هذا الوصفه اللي ما جربتهاش يعني من قبل مش راح تستغنى عليه لا جربتوه. هنا شوفوا كي صبح يجيك ساهل في القصان، تقدري تنحي حبه. واللي قالت خشين، ما هو خشين ما والو، 1 سنتيمتر هذاك هو المقدار. في التصوير برك يبان خشين وهو عادي، كي تحطيها تجي تاكلي تلقيه 1 سنتيمتر عادي. 1 سنتيمتر. القلب اللوز لازم يكون واحد اللي قل من هكاك ما يجيش بنين. وانا الزوج تاعي يشتيه خشين، مع انه مريض بالسكر، عطيت له ضاق شوي برك بكري كي كان صغير يعني كان يشتيه. شوفوا ولا اروع كي يصبح مجمول يجي هايل. شوفوا ويذوب في الفم. اللي وصلت لهنا يعني ما تنساناش بالجام والاشتراك برك، يعني باش تشجعوني نزيد نكمل. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في